تخيل تصحى من حلم شايف فيه أبوك بعد 5 سنين من الغياب، لتكتشف إنه لسه خلف القضبان. مو قصة حلم عابر، هي بداية مأساة بمسلسل الخروج إلى البئر. بتبلش الحلقة الأولى بمشهد مؤثر. فراس بيشوف أبوه سلطان بحلم دافي، لحظة لقاء مفاجئة بعد غياب طويل. بيضمه وبيحكي معه وكأنه سنين ما مرت. بس الحلم بينكسر وبيصحى فراس على واقع أقسى من إنه يتحمل. 5 سنين وسلطان بالسجن، والعيلة عم تحاول تعيش وتكمل حياتها. فراس بيشتغل حمال، بيحمل الأثقال بالنهار وهموم العيلة بالليل، وبنفس الوقت عم يحاول يكمل دراسته بالهندسة وكأنه عم يقاوم القدر بالإصرار. أما فهد فصار أب بغياب أبوه، مسؤوليات وضغوط كبيرة وخلافات عاطفية بتكشف ضعفه الإنساني. سمية الأم اللي رافضة تصدق النهاية، بتشتغل بصالون حلاقة وبتخبي دموعها ورا قوة مصطنعة ومتمسكة بأمل رجعة سلطان. وبين جدران السجن منشوف سلطان بعالم تاني، عالم بتحكمه القوة والخوف والصراع. صراع مو بس من أجل الحرية بل من أجل البقاء. الحلقة الأولى ما بتعطينا إجابات، لكن بتحطنا قدام جرح مفتوح وسؤال موجع: هل فعلا الأمل لحاله بكفي؟ ومع آخر لحظات الحلقة ببلش شي غامض يتغير. نظرة بعينين سلطان فيها سر، وخطوة صامتة ممكن تشعل أحداث ما كانت بالحسبان. فهل الحلقة الثانية رح تكون بداية الخروج ولا السقوط ببئر أعمق؟ إذا حابين تعرفوا شو رح يصير، لا تنسوا الاشتراك بقناة تي في دراما وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.